تشكيل لجنة من جهات أمنية ومن وزارة الدفاع والأمن الوطني وقيادة القوة البحرية، المساحة العسكرية، الداخلية، جهاز المخابرات. الكويت قد أغلقت مدخل ميناء الفاو الكبير، وأودعت خارطة جديدة لدى الأمم المتحدة، زين، وفرضت سيطرتها الكاملة على المياه في خور عبد الله. هذا الأمر خطير جدا، وخصوصا أنه هذا الأمر يجب أن نراجعه. قلت أنا مقدمتي بالبرنامج، قلت أنا لما أعود إلى ملفات قديمة بالفساد حتى نناقشها، هي ليس لغرض التشهير، لكن يجب أن لا ينفذ من أخل بالعراق أو بتعاقدات مشبوهة. يجب أن نرجع إلى حقيقة التنازلات التي حدثت والتي قدمها العراق إلى الكويت عام 2009 بموجب بروتوكول التعاون الأمني الذي أبرمه قائد القوة البحرية العراقي مع قائد القوة البحرية الكويتية، زين. وهذا يأتي والذي يجب أيضا أن نتحاسب عليه. الآن هسه احنا انقلبت الدنيا بصفقة القرن، وهي صفقة قذرة ب2 مليار ونص. الذي أشرف عليها، الذي خطط لها، الذي باق، اللي اشترى، اللي كذا، قذرة. لكن هذه صفقات بمئات المليارات من الدولارات، وضاع البلد. إلى الآن هاي الاتفاقية غير معروفة، ما حد مطلع عليها، لا حد يناقشها. ونوقشت هذه بالبرلمان، وصارت اكو اتفاقية سميت بالاتفاقية المذلة. كثيرين من الخيرين نادوا، واليوم بعد ما صار ميناء الفاو حقيقة وبدأ يدخل، رجعت الكويت تاخذ ميناء خور عبد الله بالسيطرة الكاملة وتغلق مدخل ميناء الفاو الكبير. يعني هسه ليش؟ يعني شلكم على الشعب هذا؟ فلوسكم ومحقين اخذتوها على داير مليم، تعويضات واخذتوا تعويضات. احنا انهجمت بيوتنا. التعامل بهذه الطريقة يعني يخل بالخوة. وايضا هذا هنالك تحرك. بصراحة هذا الكتاب اللي راح اعرضه عليكم، هذا كتاب من مستشارية الامن الوطني رقم 5182 ب 22/9/2022. هذا ينبه وزارة الخارجية إلى ضرورة التحرك الفوري حول هذا الموضوع. تشوفون هذا الكتاب حديث، هذا رقم وتاريخ الكتاب، هذا التوجيه من مستشارية